السلام عليكم. مرحبا بكم خوتي اخواتاتي في هذا الفيديو القصير واللي راح نتحدث فيه باللهجة الجزائرية. كما عودناكم خوتي في كل الفيديوهات اللي نطرحهم نتكلموا في موضوع تفسير الأحلام اللي هو التخصص تاعي من سنوات، ولكن كل الفيديوهات توعي كانت باللغة العربية الفصحى، وهذه التجربة تاعي الأولى باللهجة الجزائرية. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتعطوني آراءكم إذا نكمل فيها ولا لا. بدون إطالة ندخلوا في الموضوع. تفسير الأحلام خوتي حاجة معقدة جدا، لأنك تشوف في المنام أمورات ما تقدرش تفهمها، وعلى هذيك الله عز وجل خصص الناس تفهم هذه الأمور، لكن بصفة شرعية، بمعنى يكونوا موحدين ويكونوا يخافوا ربي وخاطيهم التخلاط والدجل والسحر. بكل بساطة اللي يخلط في السحر والدجل يكون باين. حاجة الأولى يسقسيك على اسمك واسم يمك، حتى انت ما ترتاحلوش لما يتكلم. ماشي هذا موضوعنا لنهار اليوم، بصح لازم نبينه حتى الناس ما تطيحش الفخ. جيب فنجان قهوة واقعد في مكان هادئ، راح نسمعك قصص وحكايات على تفسير الأحلام عمرك إلا سمعتها. حبس بالك تقول بلي الفنجان راح نقرأ لك فيه استغفر الله. هذه قهوة باش تشربها انت وتقعد راسك مليح وتسمعني مليح واش راح نقول. الرمز اللي جبته لكم اليوم هو رمز واعر بزاف. شكون اللي ما يعرفش الزرزومية؟ الزرزومية معروفة عندنا، بصح عند العرب يقولوا لها الوزة، وعند المصريين والخليجيين يقولوا لها ابو بريس. المهم واش حبوا يسموها. المهم عندنا نفهم معناها في الأحلام. من خلال التجارب تاعي في هذا الباب وصلوني بزاف رؤى في هذا الرمز، وبزاف من المفسرين بالك يشاطروني الرأي. واش تقولوا زعما؟ خاطرش يقولوا على الزرزومية باللي هي امرأة خبيثة وتنقل الكلام وربما تصنت. زعما عندهم الحق؟ انا نقول لكم باللي عندهم الحق 100%. ومنا نقول لك اذا شفت الزرزومية في منامك غير احذر بالك تفتح الباب تلقاها تتصنت. وفي هذا السياق تفكرت رؤيا ارسلها لي واحد، قال لي فيها انه شاف زرزومية لاصقة في الحيط على برا. مباشرة قلت له باللي كاينة واحدة جارتك راهي تصنت عليكم وحبت لكم المشاكل، ونصحته باش ينصح المرأة تاعو باش تخطيها. ولما سأل الزوجة تاعو قالت له عندك الحق، تظل تسقسي فيا في امورات خاطئة. بلا ما نروحوا بعيد، احنا في المثل تاعنا المرأة الخبيثة نقولوا عليها زرزومية، لا اله الا الله محمد رسول الله. الى اني غلط قولوا لي. وهناك حديث يقول باللي زرزومية هي اللي كانت تنفخ في النار لما جاءوا يحرقوا ابراهيم عليه السلام، ونجاه ربي سبحانه لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باش نقتلوها، وهذا الخبث تاعها والشر اللي تقدر تديره في الانسان. بعد ما قدمنا كل هذه المعطيات والدلائل والبراهين، الزرزومية هي المرة الخبيثة من الاخر. وكان هذا الفيديو ديالي الاول باللهجة الجزائرية. اذا كان عجبكم اكتبوا لي في التعليقات، وفي الأخير نتمنى لكم بشارة خير تسمعوها كل يوم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.